ازاي طفل اتولد من قلب الفقر في اسكتلندا قدر يبني امريكا الحديثة وبقى واحد من اغنى اغنياء العالم. طريقته الصعبة والعنيفة في ادارة الاعمال سببت موت مئات الاشخاص من بينهم اطفال، يا اما عشان ربح المال يا اما عشان متعته الخاصة. لكنه معروف النهاردة بانه كان اكتر الناس تبرع بالمال حوالين العالم، ولانه ما قدرش يكمل تعليمه عمل اكتر من 3000 مكتبة حوالين العالم وانشأ مئات المدارس والجامعات. النهاردة هنحكي قصة الجد الطيب صاحب التاريخ المظلم أندرو كارنيجي. القصة بدأت سنة 1835. اتولد أندرو كارنيجي في بيت فقير جدا. والده كان بيشتغل في صناعة النسيج اليدوي، وأندرو تخيل إنه لما يكبر هيشتغل نفس شغلانة والده. لكن لما دخلت الثورة الصناعية وبدأ صناعة النسيج بالماكينات البخارية، والد أندرو لقى نفسه من غير شغل، فبدأت والدة أندرو تشتغل شغلانات جانبية في إصلاح الجزم. لكن حالتهم المادية كانت صعبة جدا، لدرجة إن أندرو في يوم من الأيام شاف والده في الشارع بيتوسل للناس عشان يجيبوا له أي شغل يصرف بيه على بيته. المنظر ده أثر في أندرو جدا، وده اللي خلاه يكتب في سيرته الذاتية إن الموقف ده خلى حياة أندرو تتمحور حوالين جمع المال. وبعد التدهور الكبير اللي حصل لعائلة أندرو، قرروا إن لازم يطلعوا من اسكتلندا، وإن العيشة فيها بقت صعبة جدا. باعوا كل ممتلكاتهم وجمعوا مبلغ صغير، وفي سنة 1848 حطوا المبلغ الصغير في تذاكر سفر لأمريكا. العيلة لما وصلت أمريكا استقرت في ولاية بنسلفانيا، واللي كانت ولاية صناعية كبيرة وقتها. لكن والد أندرو معرفش يلاقي شغل بسهولة، اشتغل شغلانات كلها بسيطة وبمبلغ قليل، وده اللي خلى أندرو وهو عنده 12 سنة يسيب المدرسة ويبدأ يدور على شغل. وبالفعل اشتغل في مصنع لصناعة القطن، وأثبت كفاءة عالية في الشغل بتاعه، لدرجة إن في السنتين اللي اشتغلهم في مصنع القطن اترقى 3 مرات. ومع إن الشغل كان بيدخل لأندرو مبلغ كويس كل أسبوع، لكن أندرو قرر يسيب الشغل بسبب الضغط النفسي والجسدي اللي كان بيتعرض له في شغل المصنع. وفي خلال أيام اتعين كساعي بريد في مكتب تلغراف. أغلب رسائل التلغراف في الوقت ده كانت بتيجي للشخصيات المهمة في المدينة، زي رجال الأعمال ورجال الصناعة. وأندرو كان ذكي في شغله، لأنه كل مرة كان بيوصل رسالة لحد من الشخصيات المهمة دي كان بيتعامل معاه بطريقة لبقة جدا. وده اللي خلى كل الشخصيات المهمة في المدينة تبقى عارفة أندرو بشكل شخصي. من الناس دي كان رجل أعمال اسمه توماس سكوت. توماس سكوت كان المدير العام لشركة بنسلفانيا للسكك الحديدية، أكبر شركة سكك حديد في أمريكا وقتها. توماس أعجب بشكل كبير بشخصية أندرو، لأنها كانت بتفكره بنفسه وهو صغير، فقرر تعيين أندرو المساعد الشخصي ليه. ودي اللي كانت نقلة كبيرة جدا في حياة أندرو وقتها. وده لأن توماس كان بيعلم أندرو كل تفاصيل الشغل، من أول إزاي الشركات الكبيرة بتدار لحد إزاي التعامل مع الشخصيات المهمة. أندرو قدر يثبت نفسه بشكل كبير جدا لتوماس، وده اللي خلى توماس يشوف أندرو كابن ليه، لدرجة إن توماس لما كان بيتكلم مع حد عن أندرو كان بيقول عليه ماي بوي أندي، أو أندي ابني. الحاجات الكتير اللي أندرو اتعلمها من توماس في شركة السكة الحديد هتكون جزء أساسي من إزاي أندرو قدر يبني إمبراطورية الصلب بتاعته. أندرو فضل سنين يتعلم من توماس في شركة بنسلفانيا للسكك الحديد، وطوروا مع بعض قطورات أكبر بتقدر تسحب حمولات أكتر عشان تقلل تكلفة النقل. لكن أول مبلغ كبير أندرو قدر يعمله لما في يوم من الأيام توماس دخل عليه وقال له عايزك تحط كل فلوسك في أسهم شركة اسمها آدم إكسبرس. في الفترة دي أندرو استغرب من طلب توماس، لكن أندرو كان بيثق في توماس ثقة عمياء، وبالفعل حط فلوس كتير في أسهم شركة آدم إكسبرس. وفي خلال أيام أسهم الشركة سعرها اتضاعف أكتر من مرة، وده اللي خلى أندرو يحقق ربح كبير جدا. في اللحظة دي أندرو أخد باله من حاجة: أنا حققت أكبر مبلغ في حياتي من غير ما أشتغل، من غير ما أبذل مجهود في وظيفة عشان أخد مرتب. وده اللي خلاه يبدأ يفكر إنه ما يشتغلش عند حد ويكون عنده البيزنس الخاص بيه. وكانت دي أول خطوة كبيرة في حياة أندرو عشان يحقق إمبراطوريته. وفي خلال شهور أندرو اتنقل للعيشة في نيويورك، وكان بيدير شركة اسمها كيستون بريدج كومباني، أو شركة كيستون للكباري. أول ما أندرو بدأ إدارة الشركة بدأ يبص على المنافسين. كل المنافسين بيعملوا الكباري بتاعتهم من الخشب، والكباري الخشب كان ليها 3 عيوب رئيسية. أولا، ما ينفعش تكون بطول كبير عشان تقدر تستحمل الأوزان التقيلة للقطورات. ثانيا، تكلفة صيانتها غالية جدا مقارنة بالكباري الحديد. ثالثا، وده الأهم، إن بان العيب الحقيقي في فترة الحرب الأهلية في أمريكا، كباري كتير اتحرقت بسبب نار بسيطة.
وده اللي خلى جزء كبير من الكباري الأمريكية تنهار في فترة الحرب الأهلية، وده اللي خلى منافسين أندرو يبدأوا يستثمروا في الكباري الحديدية. لكن مشكلتهم مع الكباري الحديدية إن كانت تكلفتها غالية جدا، بسبب إن هم بيشتروا الحديد من مناجم الحديد، وبعد كده يبعتوا الحديد الخام لمصانع الحديد والصلب عشان تشكله على الأشكال اللي هم عايزينها، وبعد كده يشتروها من مصانع الحديد والصلب ويبدأوا يركبوها ويعملوها على شكل كوبري. فطبعا مع التكلفة العالية ديت كانت كل العقود اللي بتيجي للشركات المنافسة لإنشاء كباري حديدية كانت بتكون كباري صغيرة. فأندرو بدأ يشتغل على خطة اتعلمها من توماس. الخطة دي كان اسمها كات ذا ميدل مان، وبسرعة اشترى مناجم حديد كتير جدا، واشترى مصنع لتشكيل وصناعة الحديد والصلب، وده اللي خلاه يقلل التكلفة كتير جدا عن كل المنافسين. بعض التقارير كانت بتقول ان الكباري بتاعت شركة أندرو كانت أقل 50% في التكلفة عن كل المنافسين. لكن اللي خلاه فعلا يكتسح السوق هو علاقاته القوية اللي عملها بشركات السكك الحديد لما كان شغال في سكك حديد بنسلفانيا مع توماس. وبعد ما أندرو قدر يثبت نفسه في مجال صناعة الكباري، جاله عقد لصناعة أطول كوبري في أمريكا وقتها، وهو كوبري فوق نهر الميسيسيبي بطول ميل وحاجة بسيطة أو حوالي 2 كيلو. ساعتها أندرو اتصدم، لأنه كان عارف إن كوبري بالطول دوت مصنع من الحديد هيكون تكلفته عالية جدا حتى بمقاييس أندرو، وحتى لو حاول يصنع الكوبري دوت من الخشب هيكون مستحيل بسبب التيارات القوية لنهر الميسيسيبي. فطلب من الحكومة تأجيل المشروع شوية، وبدأ يدور على حل للمعضلة دي. لف أمريكا كلها، اتعرف على كيميائيين كتير وعلى علماء أكتر، حاول يشرح لهم المشكلة ويحاولوا يلاقوا معاه الحل، لحد ما بالصدفة اتعرف على العالم البريطاني هنري بيسمر. بيسمر كان اخترع نوع جديد من الأفران لتسييح وتشكيل الحديد والصلب، وسمى الاختراع بتاعه بيسمر كونفرتر. الفرن ده كان مذهل بكل معنى الكلمة، كان بيخلي الشغل اللي في العادي بياخد أسبوعين في مصانع الحديد والصلب يخلص في أقل من 15 دقيقة. وأندرو انبهر أول ما شاف الكفاءة العالية للفرن، وأول حاجة جت في دماغه إن الفرن ده مش بس هيخليني أقدر أبني الكوبري فوق نهر الميسيسيبي، ده هيخليني أقدر أبني ناطحات سحاب. ساعتها أندرو عمل أذكى حركة في حياته، هو ما خدش الفرن دوت وراح وداه للشركة اللي هو بيديرها، هو استقال من الشركة وعمل مصنعه الخاص، حط كل فلوسه وأخد قروض كبيرة جدا عشان يعمل مصنع الحديد والصلب الخاص بيه، وخلى كل الأفران اللي في مصنع الحديد والصلب الأفران بتاعة هنري بيسمر، أفران البيسمر كونفرتر. وكمان أخد عقد صناعة الكوبري الحديد فوق نهر الميسيسيبي من الحكومة الأمريكية، وبدأ الشغل عليه، وبعد سنين من الشغل والتعب انتهى من صناعة الكوبري العملاق، واللي كان وقتها تحفة فنية وهندسية. والكوبري ده اللي موجود لحد النهاردة ومن إنتاج شركة كارنيجي ستيل. وبعد النجاح الكبير للكوبري اللي صنعه كارنيجي بالشركة الجديدة الخاصة بيه، بدأ يفكر إن أنا لسه في بداية الطريق، أنا توصلت للاختراع اللي هيخليني أقدر أبني أمريكا بالكامل. وبعد النجاح الكبير لشركة كارنيجي بسبب كوبري نهر الميسيسيبي، تهافتت عليه كل شركات السكك الحديد عشان تغير الكباري بتاعتها من الكباري الخشب للكباري الحديد، بما ان الكباري الحديد دلوقتي تكلفتها قلت كتير عن زمان. ساعتها أندرو عمل حركة ذكية جدا في البيزنس. ساعتها سمى أكبر فرن لتسييح وتشكيل الحديد عنده على اسم إدجار تومسون. إدجار تومسون هو صاحب شركة بنسلفانيا للسكك الحديد، واللي كانت وقتها أكبر شركة للسكك الحديد في أمريكا كلها، ودي نفس الشركة اللي أندرو اشتغل فيها في بداية حياته مع توماس. إدجار عجبته جدا الحركة دي من أندرو، لدرجة إن عمل عقد مع أندرو بعدها على طول بصناعة 2000 خط سكة حديد للشركة، وده اللي كان أكبر عقد يجي لأندرو ولشركته الجديدة وقتها. لكن ده ما كانش السبب الوحيد اللي خلى إدجار يعمل العقد ده مع أندرو. السبب الأهم إن أندرو بينتج حديد جودته أعلى وسعره أقل، والسبب الرئيسي في السعر الأقل للحديد إن أندرو كان عنيف جدا مع الموظفين بتوعه. العمال اللي كانوا بيشتغلوا في المصنع بتاع أندرو ما كانوش بياخدوا أجازات نهائي، كانوا بيشتغلوا كل أيام السنة 12 ساعة في اليوم. اليوم الوحيد اللي كانوا بياخدوه أجازة هو 4 من يوليو، يوم واحد بس في السنة. مش بس كده، أي عامل أداؤه في الشغل بيقل ولو بنسبة بسيطة لأي سبب أندرو كان بيرفضه على الفور. ده غير إن وسائل الأمان في المصنع بتاع أندرو كانت معدومة، مفيش أمان تقريبا، لدرجة إن حوادث الموت جوه المصنع بتاع أندرو كانت حاجة شبه يومية. ومع إن الإجراءات الصعبة دي كانت مخلية مصنع أندرو هو الأكثر كفاءة في أمريكا كلها، إلا إنها في نفس الوقت كانت بتحسس العمال بعدم الإنسانية. مرتباتهم قليلة جدا وما بياخدوش أجازات، وفي أي وقت ممكن يموتوا.
وده اللي هيعمل مشاكل كتير لأندرو في المستقبل. أندرو كان قدر يثبت نفسه بشكل كبير في صناعة الحديد والصلب بسبب عقوده الكتير مع شركات السكك الحديد. النجاح ده استمر لسنين، لكن بعدها بفترة ضرب أمريكا أزمة اقتصادية كبيرة جدا. الأزمة دي ضاعفت شركات السكك الحديد بشكل كبير، قللت عدد الرحلات اللي بيعملوها وخلت البيزنس بتاعهم شبه متوقف، وده اللي خلاهم يلغوا عقود كتير مع شركة كارنيجي ستيل. ساعتها أندرو أيقن إن البيزنس بتاعه كله قائم على بيزنس السكك الحديد، ولو السكك الحديد حصل فيها أي مشكلة مصانع أندرو كلها بتقف، وده اللي دخله برضه في أزمة كبيرة جدا في السيولة المالية. لكن أصعب موقف عدى على أندرو في الفترة دي لما الأب الروحي بتاعه توماس سكوت جاله عشان يشتكيله من الأزمة الاقتصادية اللي الشركة بتاعته في السكك الحديد بتعاني منها. توماس كان بيعيط لأندرو وبيترجاه إن يستثمر في البيزنس بتاعه ويشتري بعض الأسهم عشان ينقذ شركته. المنظر ده فكر أندرو بشكل والده لما كان بيتوسل للناس عشان يدوله شغل، واللي قهر أندرو أكتر إن ما كانش معاه سيولة يساعد توماس. وبعد الموقف ده بأقل من سنة توماس سكوت مات بسكتة قلبية. ساعتها أندرو انهار نفسيا، ما قدرش يساعد والده لما كان فقير لدرجة إنه مات وهو بيتوسل لشغل، وحتى لما أندرو بقى غني ما قدرش يساعد والده الروحي ووالده الروحي مات فقير. في الوقت ده أندرو قرر إنه يبقى أكثر عنفا ودموية في جمع المال عشان ما يتحطش في الموقف ده للمرة الثالثة. في الوقت ده ناس كتير من المدن الصغيرة اللي حوالين نيويورك بدأوا يسافروا للمدينة الكبيرة عشان يدوروا على شغل، وبالفعل كانوا بيلاقوا شغل بسهولة لأن المدينة كان فيها بيزنس كبير جدا وقتها. لكن المشكلة اللي كانت بتواجه المدينة هي الإسكان. المدينة توسعت بشكل كبير جدا على الأرض، لكنها ما كانتش قادرة تحتوي كل عدد السكان ده. فكارنيجي شاف الفرصة إن طالما سكك الحديد متوقفة بشكل شبه كامل في الفترة دي، هو هيستثمر صناعة الحديد بتاعته في إنشاء المباني العملاقة. وبالفعل شركة أندرو في الوقت ده أنشأت عشرات ناطحات السحاب في ولاية نيويورك، وده اللي غير شكل المدينة بالكامل. لكن عشان بيزنس أندرو في الإنشاءات يتوسع كان لازم يكون معاه شريك عنيف، واللي كان معروف بشغله الإجرامي. الشريك ده هو هنري كلاي فريك. ودي كانت نهاية الجزء الأول من قصة أندرو كارنيجي، وفي الجزء الثاني هنتكلم إزاي شراكته مع هنري كلاي سببت موت مئات الأشخاص ودمرت حياة آلاف الأسر. لو حابب النوع ده من القصص تقدر تشوف بقية الفيديوهات على القناة بتاعتنا. أشوفكم الفيديو الجاي.